الصيام ركن من أركان الإسلام، كلنا عارفين إن إحنا في شهر رمضان بنحقق الركن ده. طيب تعالوا كده بقى نستشعر معنى الصيام. إحنا أصلًا بنعمل إيه؟ ربنا بيأمرنا إن إحنا مش بناكل ولا بنشرب، يعني بنترك الأكل والشرب. فالصيام بيربينا أو بيعودنا على الترك. ساعات أنت بتبقى متخيل إن أنت مش هتقدر تستغنى عن حاجة، ولأ أنا مش هاقدر، يعني دي أصلًا هاعملها إزاي؟ فتخيلوا بقى أصلًا إن الصيام زي ما باقول إن أنت بتترك الأكل والشرب والاحتياجات الأساسية، يعني الحاجات الbasic الأساسية اللي في يومك، وكمان حاجات حلال بتقدر تستغنى عنها وتبعد عنها. وساعات كتيرة جدًا بنبقى في شهور عادية اللي هو يعني قبل رمضان يعني ساعات باقعد أقول لنفسي أنا عايزة أصوم مش عارفة يوم كذا، وفي الآخر الواحد لأ، ما يعني فاهمين، الواحد في الآخر ساعات بيضعف كده. ما خلاص بقى بيبقى في أكل، لأ أنا مش عارفة إيه، وسبحان الله في رمضان بنقدر نصوم فاهمين قصدي؟ المهم إن إحنا بنترك حاجات أصلًا الأساسيات أو الاحتياجات الأساسية لأي إنسان، وكمان حاجات حلال. فعايزة بقى في الحلقة دي أتكلم إن إحنا بنقدر نستغنى عن أي حاجة عادي، بس إحنا ساعات مخيلتنا، يعني تخيلاتنا بتصور لنا إن أنا لأ مش هاقدر أستغنى عنها. عايزين بقى نستغل الفرصة دي ونستغل إن إحنا في رمضان، ونحاول نستغنى عن ذنب فعلًا معين إحنا بنعمله. إحنا أصلًا زي ما باقول لكم إحنا بنترك حاجات إحنا بنحبها وحاجات أساسية عندنا علشان ربنا أمرنا بيها. فنحاول بقى نبعد أصلًا عن الذنوب أو المعاصي اللي إحنا بنعملها. كلنا بنغلط وكلنا أكيد فينا عيوب، فنحاول كل واحد يقعد مع نفسه ويشوف هو إيه العيب اللي عايز يبطّله ويحاول يستغنى عنه. لإن في حاجات كتيرة جدًا لو الواحد راقب هيلاقي بُصّوا في بلاوي كده بنعملها. فعايزين نحاول نستغنى عن الذنوب. عايزاكم في الcomments تقولوا لي أنتم هتستغنوا عن إيه، أو إيه أكتر حاجة فعلًا محتاجين نركّز معاها. يعني أنا شايفة إن أكتر حاجة محتاجين نركّز معاها الغيبة والنميمة، عايزين نحاول يعني نبعد عنها تمامًا، لإن إحنا يعني فاهمين الموضوع ده بقى منتشر جدًا، جدًا، والواحد بيعمله كده أوتوماتيك تلقائي، يعني ممكن يكون اللسان ده هو أكتر حاجة بتجيب لك سيئات ومصايب. فعايزين نحاول إن إحنا نستغنى فعلًا عنه، وربنا يعيننا ويقدّرنا يا رب. ورمضان كريم وكل سنة وأنتم طيبين، واستنوني في الحلقة الجاية.